السلام عليكم. الحب ديالنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم امين. عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي رسول الله. المهم الحب ديالنا نصايب معكم ان شاء الله واحد الطاجين بالبروكولي كيجي رائع ولذيذ بزاف. المهم تابعوا معنا باش تشوفوا المقادير، وما تنسوناش من لايك ومن ابوني تعليق زوين تبارطاجيو مع الحب ديالكم، وشكرا لكم. تشوفوا الفيديو من الاول للاخر، الله يرحم لكم الوالدين. هذا هو البروكولي، غسلته مزيان ورقدته في الماء باش اذا فيه شي حاجه كتخرج. عندي زوج بصلات وعندي البيض وعندي الربيع وعندي بطاطا مسلوقه هنا. المهم هذوك البصلات غادي نقطعهم هكا بهذا الشكل مدورين، وكثروا البصله الحمراء لان راه مزيانه دابا البرد، واللي يقدر ياكلها هكا شلاضه مع مطيشه وبصله راه مزيانه بزاف. المهم بعد ما قطعتها ندير شويه الزيت في الطاجين كما العاده. المهم غادي نقادو كما العاده، ولكن المهم تابعوا معايا كيجي رائع ولذيذ بزاف بطريقه زوينه وسريع دغيا كيوجد، ما كياخذش وقت بزاف. المهم البصله قطعوها، حاول تقطعوها رقيقه ونستفوها هكا لتحت. غادي نشعل البوطه، شعل البوطه وغنديرها ان شاء الله فوق البوطه، نخليه كيتسخن طاجين. غادي نقطع هاد الربيع نوجدو معاكم. عندي هنايا اكثريه معدنوس، عندي جوج عويدات ديال القزبر والاكثريه معدنوس. معدنوس حتى هو راه صحي مفيد للصحه بزاف، راه فيه فيتامين سي. المهم تابعوا بحثوا على الخضار، كل حاجه اللي كتفيد. باش كتصلح زعما صراحه الا عاودت لكم هاد النكته غضحكوا. انا كنت غادي نجيب الدجاج وانا نلقى هذاك سميتو، كنت عندي 20 درهم غادي نجيب شويه دجاج ويبان لي البروكولي وندير بالنقص من الدجاج. جبت واحد البروكولي لقيتها غير صغيره ماشي كبيره بزاف، جابي المهم هو داير ليها 8 دراهم. انا خديت وحده غير صغيره لان انا وبنتي صافي، واللي بقى لي جبت بيض زيت في حالاتي. قلت حسن من داك الدجاج ما عرفنا شنو واكل، يلا ما عليناش. الخضار راه مزيانه ومفيده، كثروا من الخضار. يمكن الخضار كاع صحيه احسن من، ما ريتش نقول لكم احسن من المهم الدجاج راه زوين، ولكن الخضار راه فيه الفوائد كثر. وجا يا سلام جرائع بزاف. بديت متبعوش في المذاق ديالو، ونتابعوا معايا المراحل باش تشوفوا الغوص كيفاش جدناه. المهم راني درت الثومه محكوكه وضامت البنه وضامت الزعفران. يمكن لكم ديروا شويه الحار، الا يمكن لكم ديروا الحار، يمكن لكم ديروا العطريه اللي كتبغيو. انا ما ديروش على العطريه ديالي اللي كندير. غنسول يدي بشويه الماء على داك الخرقوم داك الزعفران، وغندير معاه شويه الماء باش يذوب. يمكن لكم ديروا التوابل اللي كتحبوا نتوما، ما ديروش التوابل اللي كندير انايا. يمكن لكم ديروا بزار سكينجبير، غير شويه ما تكتروش. عطريه بزاف راه واعره. راه دابا انا من عات عليا الطبيبه قالت لي مابقاش تاخدي العطريه، يعني راه العطريه راه مزيانه وماشي مزيانه. هادشي اللي كاين. الحب ديالنا راه مزيده بزاف، ما تكتروش. العطريه سخونه بزاف وهادشي اللي كاين. المهم غندير شويه قطعت شويه البصله،
انا راه قلتلي مديريش العطريه في الطياب ديال كاع بصفه نهائيه، غير انا وليت كندير القدامه ديال البنه صافي، وليت كنرتاح ما كنحس بشي حاجه يعني مزيانه صافي بقيت كنديرها. هادشي علاش كنبنن بها، لان ميمكنش ديرها غير الملحه والزيت بوحدو. غندير زيت ما غاديش نحيدهم هاد العويدات ديالو. المهم غنديرهم يطيبوا، لقيتهم طابوا ولا فتين غناكلهم، لقيتهم شارفين ولا خايبين غادي ما ناكلهمش غنحيدهم. المهم غير يطلقوا داك المذاق ديالهم وهادشي اللي كاين. المهم نستافدوا من الفوائد ديالهم. على الفرش هما التحتانيين. صافي دابا غندير البروكولي، انا غسلته مزيان ورقدته خليته مرقد في الماء مزيان باش لا فيه شي حاجه شللته عاد خويته عاد عمرت عليه عاوتاني الماء باش الا فيه شي حاجه تخرج منه، وعاد صفيته وخليته في الشبكه هكا يتصفى. صافي دابا غندوزو في العطريه كما قلت لكم. العطريه اللي درت غنزيد فيه الزيت، المهم نديرو ليه الزيت باش يتلبس بالزيت لان ما غاديش هكا. المهم نلبسو كله بديك العطريه والزيت. الملح ديالي ما تنساونيش من لايك، الله يحفظكم. راه ما كديروش ديال لايكات بزاف، كثروا لي لايكات الله يسهل عليكم. لايك راه باش تشاف، باش القناه زعما تشاف ويشوفوها الناس بزاف ويدخلوا عندي تعرفوا مع الناس جداد وتكبر القناه ديالنا ان شاء الله. الله يسهل امركم ويفرج عليكم يا ربي، ومبروك عويشكم كاع ما قلتها لكم. خليكم العويش بالصحه والسلامه وطول العمر، داكشي كنتمناو في خاطركم يا ربي. المهم كنستفوه بحال هكا ملي درنا هادوك كنستفوه هكا. هاد الطريقه اللي جربتها ما تبقاوش تستغناو عليها لان كتجي زوينه بزاف، كيجي لذيذ واعر واعر. العظيم انا ما كنتش متصوره غادي يجي لذيذ بحال هكاك، جا واعر. جربوه ما غاديش تبقاو ولكن ما يبان لكم البروكولي تمشيو ديرو جيبو ديرو بحالي. صافي دابا غندير هاد البصله وهادشي من الفوق. غادي نزيد واحد البصيله باقا نيتين نقطعها ونديرها من الفوق. المهم البصله حاولوا ديروها سميتو قطعوها مع المطيشه وكلوها، اللي يقدر ياكلها هكا خضره. انا عندي مشكل كتعجبني ولكن المشكل عندي انا ممنوع عليا انا البصله داكشي حار ممنوع عليا، خصنيش ناكل داكشي مر ولا حار بحال الليمون مطيشه كاع الحاجات اللي مرين من حامضين ومرين ما ناكلهمش. غير مره في. المهم دابا بعد ما طاب كنحاول نضربوها بحال كنهرسو شويه، كنخليش مجموع هاد الطروفه كبار، كنحاول نفرتسو بحال نحاول نورك عليه باش يهبط شويه. هنايا بطاطا كانت عندي مسلوقه، قشرتها وقطعتها وقليتها هكا بهذا الشكل، درت معاها شويه الملح وقليتها. طاب دوك القلوبه اللي كانوا ديال سميتو طابوا لفتين واعرين. انا كنت غنرميهم قلت نديرهم طابوا جاو زوينين، هو هذاك جاو قاصحين ولا شي حاجه نحيدهم، جاو زوينين فتين. قلتلكم ديروا مطيشه اللي كيبغي اللي كيحب مطيشه زعما ما كضر ما والو يمكن يديرها، ما عندوش حساسيه منها يمكن له يدير مطيشه. صافي دابا غادي ندير واحد 3 البيضات مع شويه الربيع.
البطاطا هي عندي صافي تقلات، صافي دابا غادي نزيد البيض. انا زرت في الفيديو شويه لانه جا طويل بزاف وما بغيتش نحل نقطع باش نخليكمش باش تشوفوا المراحل كلهم، يعني غير زربتو. وهادشي اللي كاين الحباب ديالنا، راه نقص منه بزاف ولكن عاد جا طويل، ولكن راه رائع يستاهل انكم تتفرجوا فيه من الاول للاخر، لان الفكره واعره بزاف. الناس مكيعرفوش شنو يديروا بالبروكولي، هي طريقه ساهله وزوينه ودغيا توجد، يعني بسرعه يوجد. كلكم قاع طيبوه مثلا في كوكوط وعاد تقلبوه في الطاجين يجي واعر، ماشي بالضرورة انكم ديروه في الطاجين لانه كيتهرس. رشوني هرستو، انا كيعجبني طيب في الطاجين، كنحماق على الطاجين. انا ما كرهتش يكون لي حتى المزمر، ولكن ما كنلقاوش الفاخر حدانا. شكرا لكم.